يعني من ربنا. هي دي الإجابة الأشهر لعبقري الإسماعيلية للسؤال الأوحد اللي كان بيتسأل له، أنت جايب الموهبة منين دي يا علي؟ أنا جايبها من عند ربنا. بعملها في دماغي. صناع المحتوى اللي سجلوا مع علي أو نقلوا خبر عبقريته من خلال المحتوى اللي بيقدموه نسيوا يقولوا لك إن دي تقنية بتدرس، علم بيعلم، مهارة تقدر تعلمها لأولادك وتستثمر فيهم. يزيد 89 56 23 22 15 14. ركز مع البنت اللي على الشمال. 75 85 96 63 53 73 86 96 93 21 31 55 78 50. 1174. البنت اللي على الشمال دي طلعت ترند واتكلمت عنها بعض الصحف الالكترونيه، ده علشان باباها وصلت له المعلومه اللي انا جاي اقولها لك النهارده، بس وصلت له المعلومه دي بدري شويه. إنجازة 5 5 9 8 7 4 5 6 8 7 9 8 5 2 1 3 7 7 8 9 6 5 4 8 2 5 6 9 8 6 3 2 5 7 9 8. 216. في 9. 1944. ممتازة، برافو عليك. يا امير برضو دي حاله فرديه، واكيد هي برضو العبقريه في عيلتها يعني، او بالوراثه او هبه من الله. اقول لك يا صديقي، احنا ما شاء الله في مصر عندنا اعداد لا تعد ولا تحصى من العباقره في الحساب الذهني. عندنا اهالي بتستثمر في اولادهم زي ما بيستثمروا في العقارات بالظبط، خشوا باولادهم بطولات زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. الاطفال دول كلهم اطفال اذكياء جدا، بيحلوا مسائل كبيره وارقام معقده. كله في كام دقيقه؟ 10 دقايق. كام مساله؟ 150 مساله في 10 دقايق. 150 مساله في 10 دقايق، يبقى تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك، وتكمل معايا الفيديو. امير كل ده في مصر؟ في مصر. كمل كمل وانا هديك الزتونه في الاخر.